السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلطنة هوان، سلطنة هوان مسموح أن يكرم فيها كائن ما كان إلا الإنسان. هذا واقعنا. هذا الأبيات الشعرية هدفنا نغيرها. كل واحد فيكم أنا متأكد يحلم بالعيش الكريم، وأعتقد هذا حق مشروع لكل إنسان أن يعيش عيش كريم في كل حاجة، وأن يمتلك الحرية، وأن يقول رأيه بدون خوف. هذا البداية، وأنا أريد أولا بسبب الوقت، وثانيا لأنها نقاط مهمة بقدمها وما بتكلم فيها إن شاء الله عشان الإخوة اللي بعدي. النقطة الأولى أريد أتكلم عن بعض النقاط كلموها بعض الإخوة، طبعا عن مرض كلكم تعرفوه، مرض خطير والعياذ بالله، الله ينكينا منه، وهو مرض الإيدز. مرض الإيدز والعياذ بالله. بعضهم قد يقولوا ايش بالله في الإيدز؟ هل الإيدز موجود عندنا؟ أنا ما أتكلم عن الإيدز اللي في بالكم. الإيدز اللي في بالكم مرض يجي الجسم ويصيبه والعياذ بالله فقدان المناعة، المناعة اللي حطها ربنا في الجسم، بحيث ان اسمه اي مرض بسيط او انفلونزا اذا ما عندك فقدان، اذا ما عندك المناعه ممكن الزكام هذا يقتلك. طيب ايش الايدز اللي بتكلم عنه؟ انا سميته الايدز القبلي. الايدز القبلي، الايدز القبلي اذا صاب مصيبه، يصيب الانسان بفقدان المناعه الوطنيه. وانا بوضح لكم بعض النقاط والفرق. شخص اذا هو مريض بالايدز القبلي تراه قوي جدا ويتكلم عن القبيله ويريد يقدمها على غيرها ويريد يقدم نفسه حتى فوق القبيله ايضا. الايدز القبلي يصيب فقدان المناعه. هذا الشخص الذي يتكلم في القبليه عندما يمسك من قبل الامن بسبب الموضوع هذا القبلي، والله يقرهم الاذن لانه ما عنده المناعه الوطنيه، خلاص ينهار على طول. لكن تخيل شخص بيتكلم بامر وطني، عنده المناعه الوطنيه، ما عنده الايدز القبلي، على طول يثبت. وانتم تعرفون، انا متاكد كثير منكم ان لم يكن بعضهم فكثير منكم تعرفوا ان في ناس في امور وطنيه وصل مرحله حتى نعرفهم بعضهم بالاسماء، تم انتزاع اظافرهم عشان يشيوا باصحابهم ما قدروا، لانه كان عنده ما كان مريض بالايدز القبلي، كان عنده مناعه وطنيه، كان عنده قضيه. هذا مهم. وانا مرتاح نفسيا لما اسمع يقول لك واحد قام يثير قبليه وقام بن عمه، هذه يفرحني اكثر ان يقوم واحد من قبيله ثانيه بن عمه يقول يسكت. نحن من يريد ان يتكلم بالقبليه انا اريد ان ابهم النقطه. في قبيله اللي يريد القبليه انا بقول له في قبيله كنا يعني انا اشوف في نظري انها احسن قبيله في ظفار واكبر قبيله والمفروض كل واحد يموت من اجلها، وهي افضل قبيله لها تاريخ. تعرفون الشيء؟ اجدادكم قد ذكروها وذكروا اسمها بني مظفر. هذه هي القبيله، كل واحد فيكم فيها عضو فيها، دافع عن هذه القبيله. خلاص انتهى الكلام الفارغ هذا. هذه مش قضيتنا، الناس يطلعون الى الهم، هو شيء ضيعنا من مثل الامور التافهه هذه. هذه نقطه. النقطه الثانيه اللي اريد اتكلم فيها الاعتصام، ولكن خلوها للمرحله الثالثه وتسمح لي حتى لو تاخرت غيبتي. النقطه الثانيه اللي اريد اتكلم فيها الله يسلمك عن الفعل الحضاري. نعم نحن حضاريين ومعتصمين وهناك بعض الافعال تحصل. الاخوه تكلموا عن بعض الوزراء او بعض المسؤولين اللي جو وتم طردهم، وبعضهم قالوا المفروض يجلسوا ويتكلموا ونستقبلهم باسلوب حضاري. ما كان تم طردهم، طلعوا برا بهذا الاسلوب. يا اخوان هذا اسلوب من اساليب الاحتجاج، الاعتصامات. يا اخي انا بسالكم سؤال، نقطه مهمه. هم اذا اي حد هذول من المثقفين المتشدقين بالكلام قالوا لك فعل حضاري، يا اخي اذا نقيس بالغرب، الغرب بتوصل احنا بنشوف تلفزيون يضرب الوزير بالطماطم والبيض الفاسد بالعلب المعدنيه، مش يعني نحن على متحضرين احسن منهم. خلاص. ثانيا هذا اسلوب من اساليب الاحتجاج مسموح فيها انك تريد توصل رساله. صح الاخوه كانوا عفويين لكن وصلوا رساله بالغه جدا انه هؤلاء الناس الفسده والرموز هذه لا نريدها، لا نقبلها ابدا ابدا.
وهذه هي رسالة وصلت. فأنا أشكرهم وأشد على أيديهم. هذا مش فعل غير حضاري، بالعكس هذا قمة الحضارة. هذه نقطة. وأنا أقول للأخوة الوزراء وسيصلهم الكلام، إخوة الوزراء، أنا عندي اقتراح لهم. هذا ميدان الصمود ونحن نرفضهم أن يأتوا، مطالبين عند السلطان ومنتظرين الاستجابة بإذن الله تعالى. أنا عندي لهم حلول، فاللي يعملوا هم ميدان، هذا ميدان الصمود ويسموه ميدان الردود، يردوا علينا، يجيبوا الناس اللي بنعمله نحن، ونحن ما باقيهم ولا يجونا. هذا الحل الوحيد، نحن غير مقبولين هنا. هذا نقطة. النقطة الثالثة اخواني اهمية الاعتصام. بعض الناس ما عارفين اهميته. اقسم لكم بالله العظيم انه يوم يمر عليكم في هذا المكان المبارك يوم ينقص من عمر الحكومة. تأكدوا، يوم يمر عليكم في هذا المكان المبارك يوم ينقص من عمر الحكومة. كم مر الآن؟ 10 أيام، 11 يوم، عمر الحكومة انتهى في هذا، نقص من عمر هذه الأيام. فأنا أشد على أيديكم ولازم تقوا كلكم وتتحركوا وما يهمكم من أي شيء، واتركوا هذا الكلام الفارغ اللي يثبطوا. يا أخي أنا اتفاجأت، أقول لك الاعتصامات والاعتصام، أنا بشوف اعتصامات، أنا شايف اعتصامات، أنتم أول اعتصام ما لكم تقارب، ومع ذلك يا أخي والله دهشتوا كل إنسان. هذا حق يقال لكم، أنا قام لكم ليش؟ والله دهشتوا الناس بهذا الشيء، والله دهشتوا العالم. وإن شاء الله إذا افتك الحصار الإعلامي، نحن الآن علينا حصار إعلامي خارجي، نحن بنشوف بنراقب القنوات، والله أدهشت كأنكم لكم 4 في اعتصامات. صح الاعتصام يحصل فيها، نحن بشر، صح يحصل فيها اختلاف الآراء، هذا طبيعي، هذا بشر، نحن ما مخلوقين على شيء، يحصل فيها زعل، يحصل فيها يتكلم فيها كل أحد، ما مشكلة، المهم نثبت ونأتي إلى هنا جميعا وكل واحد يشجع الآخر، هذا ضروري. النقطة اللي أريد أقولها في الاعتصام، واسمحوا لي، أول مرة آتي إلى هنا كان بجنبي شخص قال لي يا أخي إيش الفائدة؟ يا أخي وإذا ما تحققنا شيء بنميل برا. أنا أعطيته مثال، قلت له أنا أريد أسألك سؤال أخي العزيز، ما أعرفه. قلت له لنفترض في شخص يسألك فلوس وبعدين راح كلمك أكثر من مرة، مرتين ماشي فايدك، يقول لك أولاد عمه، حاول لك بأي طريقة ماشي فايدة، في الأخير جاب سماء وفرشها قدام بيتك، وجاب الترمس هيك الكبار اللي بيدوروا بين الهنود اللي تكفي يوم كامل وما تحرك من هناك ليل نهار ساطح باطح. ايش ما يكون رد فعلك؟ قال اعوذ بالله والله اليوم الثاني بعطيه فلوسه حتى لو مستقرض. قلت له ايش السبب يا اخي؟ قلت له ممكن توضح لي ايش السبب؟ قال يا اخي شوف الرجال نفسه جاوب بنفسه. قال يا اخي هذا اولا احرقني قدام اسرتي واولادي، هذا فضحني قدام الجيران، فضحني قدام الرايح والجاي، فوق هذا كله والمصيبه الكبرى عمل لي ضغط نفسي وانا جاي مدوى من رايح وهو في وجهي بفتك منه. قلت له اذا هذا اللي حصل هنا، السمه هو ميدان الصمود. فلا يغروكم والله ساعه مش يوم يمروا من هنا يسقط من عمر الحكومه. واسمحوا لي اقول حاجه في كلمه حق اقولها في الحكومه صراحه غبيه جدا في وسائل الاعلام. ليش؟ يا اخي الحكومه الرشيده، حد يعرف ليش تقول الحكومه الرشيده؟ حد يجاوبني، ليش بتقول رشيده؟ حد يعرف الاجابه؟ انا اقول لكم لانها مش رشيده، لانها ليست رشيده، سفيهه. لانه انا تخيلوا واحد منكم اللي قام هنا وجلس يمدح نفسه بيشرك بيعوق مين منتفك؟ ايش من حتى لو حقيقه سواها ما حد يقبلها، فهي من غباها رشيده حتى يعرفوا الناس انها ما هي رشيده. نعم قاصرة، والله نعم سفيهة قاصرة على حقها. أنا بس بغيت النقطة الأخيرة بس أقولها، وبعضهم كلموني بعض الأخوة وأنا بتحرك. بعض الأخوة كلموني قالوا لي يا أخي هناك بيقول ناس اللي هم متعودين يسمون البعوض، الأمن بيقول كثير حكي. قلت له يا أخي والله أتمنى كل رجال الأمن يقولنا، نحن لا نريد رجال نريد زحمة. نظر هذه النقطة أولا، والثانية نريد الناس يرفعوا تقارير لفوق، إن الناس هايقة وتعبانة، ممتاز. ثانيا يا أخواني هذول الناس أنتم ظالمينهم تسموهم البعوض الحشرات هذه. يا اخي هذول الناس متطورين احسن من البعوض. كيف؟ البعوض مسكين ما يقدر يتحرك الا بالليل، هذا مستعد للنهار هنا، ما يأثر عليه النهار. شكرا. حياك الله. شاعر مستهل جعفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.